بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. نذكر لما تكلمنا عن يوسف عليه السلام أنه بعد أن نجاه الرب عز وجل واصطلح مع إخوانه، جاء بهم 11 أخ مع أبيه يعقوب عليه السلام، جاء بهم من فلسطين، من بادية فلسطين إلى مصر، وعاش معهم في مصر، وظل سنوات طويلة ودهورا عديدة يعيش أبناء يعقوب في هذه البلاد. ويعقوب عليه السلام يسمى إسرائيل، وأبناؤه يسمون بنو إسرائيل. عاشوا في مصر ولم يكونوا من أهلها، ظلوا دهورا طويلة، وكانوا عزيزين في مصر بسبب أن يوسف عليه السلام حكم في مصر، فصار إخوانه عزيزون في مصر. وكان أهل مصر الأصليون القبط وما جاء بعدهم ممن سموا بالفراعنة، صارت بينهم حروب وبين بني إسرائيل، فإنهم قد حسدوا بني إسرائيل، وهم 12 ابنا ليعقوب عليه السلام وما جاء من ذرياتهم. حسدهم القبط، وإذا بهم تصير بينهم وبين بني إسرائيل حروب ومعارك. وظلت هذه المعارك حتى غلب الفراعنة على بني إسرائيل. ماذا فعلوا بهم؟ فإذا بهم يقتلونهم ويسفكون دماءهم. وكل حاكم في مصر في ذلك الزمان كان يسمى فرعون، كما أن كل حاكم في الحبشة يسمى النجاشي، وكل حاكم في الفرس يسمى كسرى، وكل حاكم للروم يسمى قيصر. هذا لقب على كل أو لكل حاكم. وفعلا هذا الذي حصل. الفراعنة في مصر تستعبد بني إسرائيل. أبناء من؟ أبناء يعقوب عليه السلام، الذين جعل الله عز وجل فيهم النبوة. الفراعنة تستعبدهم، حتى جاء فرعون شديد الظلم، شديد القهر، شديد البطش، سماه الله عز وجل بالقرآن: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. كان فرعون يستضعف بني إسرائيل، فجعل منهم عبيدا، وجعل منهم خدما، وجعل منهم مستضعفين في الأرض يذلهم. فرعون هذا في ليلة من الليالي في ظل استعباد بني إسرائيل رأى في منامه رؤيا أفزعته. هذه الرؤيا استيقظ من نومه فزعا. ماذا رأى فرعون في منامه؟ رأى في منامه أن نارا تخرج من بيت المقدس، نار عظيمة تخرج من بيت المقدس، تأتي إلى أين؟ تأتي هذه النار إلى مصر. تخيلوا هذه الرؤيا، الرؤيا مخيفة، الرؤيا مفزعة، وكان يراها كما يرى فلق الصبح. نارا تخرج من بيت المقدس، وتأتي هذه النار وتزحف حتى تصل إلى مصر. فإذا وصلت إلى مصر أحرقت كل بيوت الفراعنة والقبط، وتركت الإسرائيليين بنو إسرائيل على حالهم. النار أهلكت من؟ قوم فرعون، أهل فرعون القبط، لكنها لم تمس الإسرائيليين بسوء. فقام من نومه فزعا، ثم ذهب إلى الكهان، إلى العرافين، وجمعهم في مجلسه، وقص عليهم الرؤيا التي أفزعت من؟ رؤيا تفزع هذا الرجل الظالم الذي يبطش بالناس، بل الذي كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى. رجل يقول للناس أنا ربكم الأعلى وتفزعه رؤيا. سبحان الله. ما الذي يفزع هذا الرجل الضعيف الذي زعم أنه ربهم، الذي كان يقول لأهل مصر هذه الأنهار تجري من تحتي، وكان يقول لهم أليس لي ملك مصر، وكان يدعي الربوبية، ما ادعاها أحد قبله. فرعون أفزعته الرؤيا، فجمع الكهان والعرافين والسحرة ومفسري الرؤى، جمعهم في مكان واحد وقص عليهم الرؤيا. فأجمعوا على أن هناك صبي سيولد من بني إسرائيل، سيولد غلام. وهذا الغلام، ما معنى بني إسرائيل وليش يعني بني إسرائيل؟ لأنه رأى النار من بيت المقدس، فعلم الكهان أنه خارج من بيت المقدس، أي من بني إسرائيل، من فلسطين.
وهذا الغلام الذي خرج من فلسطين وخرج من بني إسرائيل وخرج من صلب يعقوب عليه السلام، هذا الغلام سيكون هلاكك يا فرعون على يديه، سيكون هلاكك يا فرعون على يد هذا الغلام. ماذا أفعل؟ غلام سيهلكني. ليس هذا فقط، بل هذا الغلام سوف يتنعم بنعيمك يا فرعون، وسوف يتربى بعزك يا فرعون، ثم يكون هلاكك على يديه. ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ جمع المستشارين، جمع الوزراء، جمع الحاشية، يسألهم ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ فإذا به يصل إلى قرار. ما هو القرار؟ قال: أقتل كل أطفال بني إسرائيل، كل الغلمان الذكور سوف أقتلهم، سوف أذبحهم. وفعلا أرسل جنوده في الأرض، كلما رأوا غلاما من بني إسرائيل ذبحوه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ترك النساء وذبح الأولاد، فجاءه وزراؤه قالوا له: يا فرعون، إن ذبحت كل الأولاد من يخدمنا؟ من نستعبد؟ من نستخدم؟ سوف يفنى بنو إسرائيل. فتوصل لقرار: يذبحهم سنة ويتركهم سنة. فكان في السنة التي يترك فيها الأطفال ولد غلام اسمه هارون سيكون نبيا، وفي السنة التي يقتل فيها الأطفال حملت أم موسى بموسى عليه السلام، وسوف تلده في تلك السنة التي يذبح فرعون فيها الغلمان من بني إسرائيل. قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر. أم موسى لما ولدت موسى عليه السلام وخافت أن يأتي إليه جنود فرعون فيقتلوه، أوحى الله عز وجل إليها، إلى أم موسى، أن اصنعي صندوقا صغيرا من خشب وضعي فيه هذا الغلام الرضيع، فإذا خفت عليه فادفعيه في اليم، قيل هو نهر النيل، ادفعيه في هذا الماء وتوكلي على الله عز وجل. وإذا بأم موسى تضع الغلام، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. هذا الغلام في هذا الصندوق في الماء الذي يجري سيرجع إليك يوم من الأيام، بل سيكون رسولا من الرسل. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يجري الغلام في هذا الماء بأمر الله عز وجل، فإذا به يصل إلى أي مكان، الماء يجري، والطفل في هذا الصندوق الخشبي الصغير إلى أين سيذهب؟ بأمر الله عز وجل وصل إلى قصر فرعون بنفسه. وجده من؟ الجواري. أخذنا هذا الصندوق وفتحنه ووجدنا فيه غلاما صغيرا رضيعا، أخذناه إلى قصر فرعون. علم فرعون أنه من بني إسرائيل، قال: اقتلوه. فتدخلت من؟ زوجة فرعون، وكانت طيبة القلب، وإذا بها تقول له: لا تقتلوه. قال لها فرعون: ولم لا نقتله؟ قالت: قرة عين لي ولك. قال: لا، بل لك أنت فقط. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لا يعلم فرعون وجنوده من الذي أرسل إليهم. إنه الذي يبحث عنه فرعون، إنه الذي من أجله قتل أطفال القوم، إنه الذي من أجله سفك الدماء. أرسله الرب عز وجل ليعيش في قصرك يا فرعون، ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، لم يشعروا بمن أرسل الله عز وجل إليهم. عاش موسى عليه السلام في قصر فرعون بأمر الله
عز وجل. أصاب أم موسى عليه السلام الهم والغم، كيف ألقت برضيعها في اليم، كيف تركته هكذا، كادت أن تخرج بين الناس وتكشف الأمر كله وتخبر الناس بأن رضيعها ذلك الصبي رمته في اليم فابحثوا عنه، كادت أن تكشف الأمر كله لولا أن الله عز وجل ثبت أم موسى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. من ثبتها؟ إنه الله عز وجل. قالت لأخت موسى ابنتها الكبيرة، قالت لها يا فلانة اذهبي فابحثي عن موسى علك تجديه في مكان ما تدري أم موسى أن الله عز وجل أرسله باليم إلى قصر فرعون نفسه، لم تكن تعلم أم موسى. فخرجت أخت موسى تبحث عن أخيها يمنة ويسرة، تبحث عنه علها تجده في مكان تسأل وتبحث وتقص أثره، فإذا بها تجده أين؟ تجده في قصر فرعون نفسه. ما الذي حدث؟ تجمع الناس حول موسى عليه السلام ذلك الرضيع، كل امرأة تريد أن ترضعه لكنه لا يقبل الرضاع من أي امرأة، فإذا بقصر فرعون ينادي مناديهم في الأسواق أن من أرادت أن ترضع طفلا في قصر فرعون فلتتقدم فإن لها مالا كثيرا وفيرا. وتقدم المرضعات إلى قصر فرعون، كل منهن تريد أن ترضع ذلك الرضيع موسى عليه السلام الذي حفظه الرب عز وجل. وحرمنا عليه المراضع، كلما تقدمت إليه امرأة لترضعه فإذا بموسى عليه السلام يلتفت، لا يقبل من ثدي هذا ولا يقبل من ثدي هذه ولا يقبل من هذا الثدي ولا يقبل من هذا الثدي، حتى حرم الله عز وجل عليه كل المراضع، لم يقبل أن يرضع من أي امرأة كانت. كاد أن يموت هذا الغلام، كاد أن يهلك هذا الصبي. ماذا ستفعل الآن زوجة فرعون وبين يديها صبي سيهلك سيموت جوعا؟ لم يقبل أن يرضع من أحد. هنا دخلت من؟ أخت موسى عليه السلام، فقالت للقصر، فقالت لكل من في القصر هل أدلكم على أهل بيت يرضعون هذا الطفل وهم له أمينون ناصحون.